السلام عليكم. اليوم حلقة جديدة، وصفة غزالة بديل دجاج غولي معمر بالكفتة ديال صدر الدجاج. يعني كنديرو الصدر، كنستعملو غير الصدر ديال الدجاج، لا في الكفتة ولا في لا داند. هكذا كنستعملو الصدر ديال الدجاج، كنسحقوه تماما تيولي كفتة معلوم. من بعد ما كنغسلوه كنديرو بصيلة وحدة مع شامبينيون نوار مفزك في الماء طيب ومنشف هكذا مع المعدنوس، وكنسحقوا الكل وكنحطوه على جنب. من بعد كنوضعوا الخلطات، الملحه والابزار والزعتر والبودره ديال البصله، البودره ديال الثومه، ونخلطوا الكل مع الكفته. ما نساوش لا كريم فريش حتى هي. كنديروا الكل بعدا في المقله هكذا باش كنسوطيوه مع الملحه، وكنديروا الابزار، وخصنا ضروري نذوقوه من بعد باش كيجي داكشي بنين. ضروري خصنا نذوقوه مع كنديروا الملحه والابزار، ونتا نديروا الزعتر، ولا بغينا نديروا لي زاب بروفانس مع الزعتر ماشي مشكل، غير شويه هكا. وكنكملوا كنديروا البودره ديال البصله، البودره ديال الثومه، هذيك الحرشه ماشي الغبره ديال، يعني ماشي الغبره، الحرشه. وكنزيدوا زويته بلديه، كنزيدوا شويه بشويه حتى كيتشحر الكل مزيان. كنبقاو غاديين، يعني كنديو نجيبو فيه حتى كيتشحر. من بعد كنخلطو معاه لا كريم فريش، وكنخلطو الكل وكنوضعو الخليط على جنب. من بعد كنصوبو هذيك لا داند، كنقادوها مزيان وكنطرقوها مزيان بشي مطرقه هكذا د الكوزينه حتى كتسرح كامله. هذوك الجليدات اللي كتشوفوا درناهم من التحت باش كان يحاولوا يديروا لينا شويه د اليدام وحافظوا لينا على اللحيمه باش كتولي كتبقى فتيه. والخليط كنسرحوا منه من الفوق هكا باش كان كيجي حتى هو مفزك وعند وداير المذاق. واللي بقى كان الخليط اللي بقى كنديروه في الكفته ونزيدوا عليه البيستاش. يعني كيكون ديك الكفته كنحصلوا على هذا القوام. كتكون ديك الكفته عباره عن مذاق ديال يعني الكفته بالشرموله ديالها مع لا كريم فريش. كنحاولوا نقادو الكل مع جنب. شوفوا انا درت واحد الخطا اللي زعما واخا هكاك قلت نوريه لكم، ما قطعتش الفيديو باش تشوفوه، ما درتش الوراق الطهي من تحت باش يسهل عليا شويه. قلت ما كاين باس نوريكم. يعني هذا الخطا يقدر يتصلح. كنديروا له بحال هكا وكنلويوه، كنرجعوه حتى دوك الجليدات هكذا صافي. وكنرجعوه باش نقادوه في السوينيه، وعاد كنروليوه هكا. كنشدوه بطريقه ذكيه هكا مع الجنيبات باش ما كيخرجش داك العماره. وكنشدوه مع الجناب هكذا، كنبقاو نزيرو فيه ونجمعوه، نزيرو فيه ونجمعوه حتى كيتزير كامل. وكنديروا اللويه الاولى، الكاريط الاول، الورق ديال الطهي الاول هكذا، وكنزيدوا الورق الثاني حتى كيتجمع كامل مع الجناب، بحال نسدوه بحال شي بونبون هكا. وكنديروه يتبخر واحد الساعه الا ربع ولا قل قسمين هكذا. ما كاملاش ساعه كيبقى فتيتي هكذا. نقدروا نبيتوه، نقدروا نستعملوه في ديك الساعه. كنوجدوا له لاصوص ديال الصوجا مع الزبده وكندهنوه حتى كيتحمر في الاير فراير ولا في الفران. وكان نخرجوه. من بعد كنوجدوا شرموله اخرى بنفس التوابل بنفس العطريه مع لاصوص بيشاميل اللي غادي ترافق الطبق، اللي غادي تولي اون صوص مسحوقه في المولينكس اللي غادي ترافق الطبق. صافي كنديروا البصله عاوتاني مشلضه مع الشامبينيون، ملح، الابزار والزيت البلديه وزبيده والزعتر والغبره ديال الثومه والغبره ديال البصله. وكنزيدو كاس كبير ديال الحليب ولا كريم فريش والكريم تشيز، وكنخلطوا الكل حتى كتولي اون صوص هكذا. من بعد كنشدوها، شوفوا كي كتولي غزاله اون صوص طيبه. كنديروها في الميكسور كتسحق، كتولي
بحال اون سوب اون صوص. من بعد غادي نسوطيو الخضره اللي عندنا بنفس الطريقه، يعني الزبده، زويته، ملحه، قزبر حبوب وثومه غبره، وكنسوطيو الخضره اللي عندنا كلها بحال البروكولي، الشوفلور، الخيزو، يعني البسباس، القرعه اللي بغينا كنسوطيوها، وكناخذوا لاصوص كنوجدوها ديال كنديروا فيها الزبده والصوجا، وكندهنوا هاد العماره ديال هاد البودان اللي وجدنا في الفران، وكنزيدوا نعاودوا ندهنوه منين نبغيو يعني نقدموه باش نديروه في الطاوه مع الخضره باش يسخن كامل، وعاد كنوجدوه كطبق. الا عقلتوا على هاد لاصوص هادي هي اللي زينا بها طبقات صغيورين هكذا، وزيناها بالبيستاش كوم غابيل على ان هذاك لو بودان راه معمر بالكفته وفيه البيستاش، وكنقطعوه شرائح هكذا وكنوضعوه في الوسط، وكنديروا الخضره كنستفوها كيف ما يعني بغينا بطريقه جميله. وهذيك لاصوص كنسخنوها ونديروها من الفوق، كيوجد طبق غزال. نتمنى ان شاء الله ضروري غتعجبكم هذه الوصفه، وديروا جيم بارطاج كومونتير وتقولوا لي كيف جاتكم، وغير جربوها راها سهله وغادي تجي بنينه بنينه كتعشق. وكنديروا داك الغابيل ديال البيستاش من الفوق باش نعرفوا بانها راها معمره بالكفته والبيستاش. الى حلقه مقبله ان شاء الله.